واحد النهار مع 4 ديال الصباح غادي يفيق واحد السيد على اساس انه يمشي يتوضا ويصلي الفجر، ولكن قبل ما يمشي يصلي غطيح ليه في بالو باش يطل من البالكون. فعلا غادي يطل من البالكون وغادي يبان ليه واحد الراجل اللي لابس كلشي كحل وهاز في ظهرو واحد الخنشه كبيره، كيبقى غادي جاي كيدور على شي بركاسات تما. قال مع راسو يمكن هاد السيد يكون غادي لشي بلاصه ولا يكون كيقلب على شي حاجه وتلفات ليه. داكشي علاش قرر غيعيط ليه ويسولو شنو باغي. فعلا غيعيط ليه بجهد وغيقول ليه وا فلان علاش كتقلب ياك ما تجلات لك شي حاجه. هو غير غادي يسمع شي واحد عيط عليه غيهز ديك الخنشه غيلوحها في دوك البركاسات وغيضربها بالجريه. ومن هنا غتكتشف واحد الجريمه اللي كتعتبر من بين ابشع الجرائم اللي دازو في مصر. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم وانتم في احسن الاحوال. الا كنتو كتشوفوني اول مره، انا سميتي فاطمه الزهراء ومرحبا بكم معايا في قناتي الزوغه بلانيت اللي كنحط فيها قضايا بوليسيه وقصص حقيقيه. نتمنى ان شاء الله انكم ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش فيما نحط شي فيديو توصلوا به نتوما الاولين. وبلا ما نزيد نطول عليكم يلا ندوزو القضيه ديال اليوم. من مورا ما غيلوح هذاك الراجل ديك الخنشه الثقيله في البركاسه، هذاك السيد اللي عيط عليه في الاول غادي يجيه الفضول وغيقول مع راسو هاد التصرفات اللي كيدير هذا الراجل هذا ضروري ما غتكون من موراهم شي حاجه. وفعلا بسبب الفضول ديالو غادي يمشي يقصد هذيك الخنشه اللي كاينه في البركاسه. فمنين غادي يمشي غتكون الخنشه محلوله وما غتصوروش معايا شنو غيلقى فيها. ملي غادي يحل ديك الخنشه غيلقى النص السفلي ديال الجسم ديال الانسان. السيد غير غيشوف هذاك المنظر غادي يتصدم وغيبقى عاطيها غير الغوات حتى غيتجمعوا عليه الناس وغتولي الدنيا عامره بعباد الله. غادي يعيطوا على البوليس وغادي يجيو حتى هما وغادي يتصدموا بهذاك المنظر اللي كاين قدامهم. غادي يفحصوا هذيك الجثه اولا ديك النص جثه، غادي يبان لهم بلي هذيك جثه ديال واحد المراه اللي كبيره في العمر، وغيبان لهم القدمين ديالها انها واحد السيده اللي باينه كتشقى ولا كتخدم شي حاجه اللي صعيبه. وحتى من الحوايج اللي كانت لابسه كيبانوا ديال شي وحده فقيره، يعني غتكون شي مراه كبيره في العمر فقيره وكتخدم شي خدمه اللي فيها تماره. ومنين غادي يقلبوا داك مسرح الجريمه وهذيك الجثه ما غيلقاو عليها حتى شي بصمات، يعني القضيه هنايا غتكون صعيبه عليهم بزاف. حتى من خلال الكشف ديالهم على ديك الجثه غيلقاو بلي السيده ميته هذه يومين. ولكن المصيبه والمشكل الكبير هو انهم ما عارفينش فين هو النص العلوي ديال الجثه. هنا فين غادي نرجعوا عند داك الراجل الاول اللي قلت لكم طل من البالكون، غادي يسولوه وغيقول لهم بالتفصيل الممل داك الشيء اللي شاف هذاك الصباح. ولكن المشكل واخا عطاهم المواصفات ديال داك الراجل الا انه ما قدرش يشوف وجهه لانه كان مغطيه. يعني من غير هذا الراجل هذا ما كاين حتى شي حاجه اللي تعطيهم راس الخيط، خصوصا انه كيف ما قلت لكم راه جا تما مع 4 ديال الصباح، يعني الناس باقي ناعسين والدنيا خاويه. غادي يبقى البحث مستمر على امل انهم يلقاو النص الاخر ديال الجثه، وغادي يمشيو يشوفوا البلاغات ديال الاختفاء. لربما تكون فيه شي وحده مثلا اللي كبيره في العمر ولكن ما لقاو حتى شي بلاغ. هنا فين غادي يخرج التقرير الطبي اللي غادي يقول لهم باللي هذيك الجثه اولا النص جثه ديال واحد المراه اللي في عمرها 61 عام، وباللي السبب ديال الوفاه ديالها كان هو الخنق، يعني شي واحد خنقها بشي قطعه ديال القماش اولا بشي زيف حتى ماتت عاد قطع الجثه ديالها. وداك النهار فاش جابها المجرم ولحها في ديك البركاسه راه دازت يومين على القتل ديالها. غادي يدوز تقريبا سيمانه على الجريمه وما غادي يبان حتى شي جديد فيها. ما غيلقاو لا بلاغات، ما غيلقاوش النص ديال الجثه، مع انهم قلبوا كاع البلايص اللي قرابين لمسرح الجريمه وما لقاو حتى شي حاجه. وكانت هذه القضيه كتشكل واحد التحدي كبير للبوليس لانها ما فيها لا دلائل لا مشتبه به لا حتى شي حاجه، يعني حتى شي حاجه ما كاينه اللي تقدر غير توصلهم الراس الخيط. والحاجه اللي زاد خلعتهم هي ان هذا اللي دار هذه الجريمه عارف شنو كيدير، حيتاش بالنص الفوقاني ديال الجثه ما غادي يقدر حتى شي واحد يتعرف على هذيك السيده لان الوجه ديالها والملامح ديالها ما كاينينش. وإلا قدر انه يدير شي حاجه باش يعرف واحد المراه اللي كبيره في العمر بهذه الطريقه راه يقدر يدير بزاف ديال الحوايج خايبين. حتى انهم بداو كيقولوا بان هذه الجريمه قريبه تكون جريمه كامله، وكأي حاجه كتوقع في اي بلاصه الناس غادي يخافوا غادي يتخلعوا وغيبقاو كل مره غيسولوا البوليس فين وصلت القضيه واش لقيتوا شي حاجه. المهم كل مره كيبداو الناس يسولوا
ولكن رئيس المباحث اللي كان شاد ديك القضيه غادي يلفت الانتباه ديالو واحد الراجل اللي كل مره كيجي كيبقى يسول على نفس القضيه. هنا فين غادي يقولوا هذا فراسو العجينه، لانه بصح عيق عليهم كل مره كيبدا يسول على نفس القضيه. وباش نزيد نعرفكم على هذا الشخص شكون هو، سميتو مصطفى، وتشد بسبب سرقه ومحاوله ديال القتل. كان باغي يسرق لواحد المرض بليش ديالها في اليد، ملي ما بغاتش تعطيه ليه وهو يقطع ليها درعها، وتشد شي 17 مره بسبب محاوله سرقه وعاوتاني محاولات بزاف ديال القتل. واخر مره غادي يتشد غادي يحكموا عليه ب 15 عام. فملي غادي تسالي ديك 15 عام غادي يخرج، ولكن غادي يكون في فتره المراقبه. وفي هذه الفتره المراقبه خصو يجي كل نهار باش يبوانتي تفاديا انه يرتكب شي جريمه اخرى. ومن خلال هاد النهارات اللي ولا كيجي فيهم، هنا فين بدا كيسولهم على ديك النص جوته، واش كاين شي دليل، واش كاينه شي حاجه جديده. وهنا فين غادي يجبد الشكوك على راسو. وفعلا ملي غادي يشكو فيه غادي يمشيو يجيبوا لومبلوا ديالو وغيشوفوا واش ديما كان كيحضر ولا كاينين شي تغيبات. فعلا غادي يشوفوا كلشي هو هذاك، ومده طويله وهو كيجي وعمره ما تغيب الا نهار واحد. منين غادي يجي نهار اخر باش يبوانتي غادي يشدوه يجلسوه يقولوا ليه علاش هاد النهار فلان الفلاني ما جيتيش. غادي يقول لهم اودي راه كنت مريض وما قدرتش نجي، داكشي علاش تغيبت. وتا هما غيديروا في راسهم زعما بحال راه تيقوه وغادي يخليوه، وغادي يمشيو يشوفوا التاريخ ديال هذاك النهار بالضبط. وتصوروا معايا في ذاك النهار اللي غيتغيب فيه غادي يلقاوه باللي نفس النهار اللي لقاو فيه ديك النص ديال الجثه. وهنا فين غادي تزيد الشكوك، وفي نفس الوقت غادي يسكتوا وغيخليو دوك المعلومات مخبيين، خصوصا ان هاد مصطفى راه كيتعتبر واحد المجرم اللي خطير وديجا دوز جرائم بزاف، وغادي يكون عارف كاع هذوك القوالب. داكشي علاش غيتعاملوا معاه بذكاء. وقرروا انهم يزيدوا يجمعوا عليه ادله بلا ما تكون في خبارو حتى شي حاجه باش يتاكدوا، لانه في جميع الاحوال راه كيبقى غير مشتبه به، وباش كاع الا كان ماشي هو اللي ارتكب الجريمه ما يظلموش، وباش الا كان هو المجرم اللي دار داك الشيء ما يحاولش انه يغير شي حاجه ولا يهرب، ولا راكم عارفين يعني يدير شي حاجه اللي تغير المجرى ديال داك التحقيق ديالهم. وغادي يديروا واحد الحاجه اللي ذكيه بزاف واللي غادي تعاونهم بزاف. غادي يطلقوا واحد الاشاعه بان هذه القضيه هذه ما تلقى فيها حتى شي دليل وحتى شي حاجه، داك الشيء علاش غادي تدخل تقيد ضد مجهول. يعني هذه القضيه ما غيبقاوش خدامين عليها حتى تبان شي حاجه اللي تقدر توصلهم للمجرم. ملي غادي يطلقوا هذيك الاشاعه غادي يبقاو في نفس الوقت مراقبين مصطفى، وغادي يشوفوا باللي السيد ولا فرحان بزاف ولا كيتمازح مع الناس وكيضحك معاهم بواحد الطريقه اللي ماشي طبيعيه، يعني بحال شي واحد دار شي حاجه خايبه ومفتخر بانه ما لقاوش. هنا فين غادي يشيط لهم الوقت الكافي باش يجمعوا معلومات على مصطفى. ملي غادي يمشيو يسولوا عليه غادي يلقاوه باللي واحد السيد اللي عايش مع الام ديالو بوحديتهم، وغادي يعرفوا باللي الام ديالها تكون تقريبا في الستينات وكتبقى تبيع وتشري في السواق. يعني كل مره كتجيب شي حاجه كتبيعها في السوق، مره كتجيب الخضره، مره الربيع، المهم داكشي اللي كتقد عليه كتجيبو وكتبيعو. وساكنين في واحد الشقه اللي بسيطه بزاف. والحاجه الخطيره اللي غيكتشفوها هي ان الام ديال مصطفى مختفيه هذه السيمانه وما عليها حتى شي خبار. غادي يزيد يدخلهم الشك، غادي يمشيو لهاديك الحومه اللي ساكنين فيها وغادي يحاولوا انهم يسولوا الجيران بهدوء بلا ما يسيق لهم مصطفى الخبار. وفعلا غادي يقولوا لهم باللي راه السيمانه هذه مصطفى والام ديالو راه ضرب واحد المضربه اللي كانت خايبه ومن تما غبر ليها الاثار. هنا فين غادي تبدا الامور توضح لهم، خصوصا انهم قالوا لهم باللي مصطفى والام ديالو راه ما عندهم حتى شي واحد مقطوعين من شجره، وهذا الشيء اللي كيفسر ان حتى شي واحد ما بلغ على الغياب ديالها. هنا فين غادي يبداو يربطوا الامور مع بعضياتهم وغتبدا توضح لهم القضيه مزيان. ولكن المشكل اللي كاين هو ان مصطفى راه ماشي شي واحد اللي ساهل وماشي شي واحد اللي دغيا غيعترف لهم. واحد النهار من دوك النهارات اللي كيجي فيهم مصطفى الكوميساريه باش انه يبوانتي الحضور ديالو، غادي يجي عنده المفتش وغادي يعطيه الفلوس وغايقول ليه سير جيب لينا ما ناكلو وجيب لينا معاك 3 ديال العلب ديال السجائر. وغادي يزيدوا على دوك الفلوس فلوس وحدين اخرين، يعني بحال تدويره. غادي يقول ليه هادو ديالك. غادي يخرج مصطفى من الكوميساريه وهو فرحان وكيقول مع راسو شوف المفتش كامل قيمته قامته وتايق فيا. غادي يمشي مصطفى يجيب ديك الماكله وغادي يتم راجع. فملي غادي يرجع غيقول ليه المفتش جلس معايا بغيتك تاكل معايا ونهضروا ونتحدثوا. يزيد مصطفى يفرح ويتيق راسو. غادي يجلسوا غادي يبداو ياكلوا، غيبدا مصطفى يضحك وغيقول ليه باينه هذه شي مكافاه خديتيها ولا شي قضيه اللي نجحتي فيها. قال لي عرفتي شنو هي الفرحه
والمكافأة الكبيرة اللي غناخد هي إلا عرفت علاش مصطفى قتل امو وقطعها وخبى الجثة ديالها. مصطفى غادي يبقى غير مبلق عينيه وغيبقى يشوف فيه وغادي يتصدم وغادي يقول ليه المفتش انا راني عارف كل شيء، انا عارف باللي انت اللي قتلتي الام ديالك وقسمتيها ولحتيها وخبيتي النص الثاني، دابا غير قول لي شنو كاين راني عارف كل شيء. هنا مصطفى غادي يتصدم وما غيبقاش مازال عنده كيفاش يخبي او لا، يعني الطريقه باش جاه بحال اعترف بلا ما يحس. غادي يقول ليه فعلا انا اللي درت هذا الشيء وغنعاود لك علاش. ملي حليت عينيا وانا كنشوف غير الام ديالي، الاب ديالي ما كنعرفو، ما عندي عليه حتى شي معلومه، وانا وكنكبر الام ديالي كتبقى خدامه علينا بجوج، كتجيب الخضره كتبيعها وكتجيب اللي قسم الله، وموالفه كل نهار كتبيع فيه، كتدور معايا يعني كتعطيني فلوس باش نشري داكشي اللي بغيت. وحتى منين كان كيتشد كانت ديما كتجي مسكينه كتزورو وديما تابعاه فين ما شدوه. واخر مره تشد قال ليها بلي هذه غادي تكون اخر مره وغنتوب وما عمري مازال رجع لها الطريق. وغادي تدور الايام وغادي يجي مصطفى عند الام ديالو غيقول لها بلي باغي يتزوج بواحد البنت، وهاد البنت كانت معروفه عليها السمعه ديالها خايبه بزاف. وقال الام ديالو غتعطيني داكشي اللي جمعتي يعني هاد المده كامله ديال الفلوس غتعاونيني بها باش نتزوج هذيك البنت. الام ديالو غترفض رفض تام، غتقول لها هذيك البنت ما مزياناش وما نبغيش نزوجها لك. غادي نتخاصموا واحد المخاصمه اللي كبيره وغيقول لها انت غير عطيني الفلوس وخرجي هاد السوق ماشي شغلك فيا. شنو غيدير في نظركم هاد المسخوط؟ غادي يمشي غادي يخنق الام ديالو عادي، ما غيحس بحتى شي تأنيب الضمير ولا حتى شي حاجه، غادي يخنقها وغيخليها مليوحه تما يومين. وصلت به الحقاره انه في هذاك النهار اللي طلقت الام ديالو غيمشي بوانتي عند البوليس عادي. والله الا صعيب عليا نقول لكم هذا الشيء ولكن خصني نكمل لكم الاحداث ديال القضيه. وفي النهار الثاني غياخذ الام ديالو غيحطها فوق الناموسيه وغادي يقسم الجسم ديالها على جوج، وغادي يقول لهم باللي النص العلوي ديال الجثه خديتو ودرتو في واحد الخنشه ومشيت لحتو في واحد المصنع اللي مهجور ومسدود وبعيد على ديك البلاصه اللي ساكن فيها. مورا ما دار ديك الفعله ديالو غادي يبقى يسول البوليس كل مره باش انه يطمئن لانه خايف انه يتكتشف. وفي هذه الفتره كامله كان كيصرف هذوك الفلوس اللي كانت كتجمعهم الام ديالو مسكينه العمر ديالها كامل. غادي يمشيو لهذيك البلاصه وفعلا غادي يلقاو النص العلوي ديال الجثه ديال السيده مسكينه الله يرحمها. اما بالنسبه لمصطفى غيتحكم عليه بالاعدام، كون كاينه شي حاجه اخرى من غير الاعدام كون داروها ليه لانه مسخوط. كانت هذه هي القضيه ديال اليوم، نتمنى ان الفيديو ينال على الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من اللايك ومن الكومونتير ديالكم، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.